ضريبة التصرفات العقارية امتى بتفرض وبتستحق على مين؟ وايه الاستثناءات الواردة على ضريبة التصرفات العقارية وهيحصل ايه لو ما اتدفعتش؟ اسئلة كتيرة الناس بتسألها عن ضريبة التصرفات العقارية. في الحلقة النهاردة هنجاوب عن كل الاسئلة. لو عندك سؤال عايز تعرف اجابته اكيد هتلاقي اجابته في الحلقة دي. يلا بينا نبدأ الحلقة. السلام عليكم، أنا علي بدر وده برنامج المستشار. لو أنت أول مرة بتشوف البرنامج باختصار فكرته معلومة قانونية جديدة مع كل حلقة جديدة بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري. ضريبة التصرفات العقارية تم فرضها بموجب المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005، وتم تعديل نص المادة بالقانون 158 لسنة 2018. وعشان ما ندخلش في ارقام قوانين وكعبله ووجع دماغ، عايزين نعرف ايه وضع ضريبه التصرفات العقاريه النهارده في سنه 21، وده ان شاء الله هيكون موضوع حلقتنا. اولا، ضريبه التصرفات العقاريه هي قيمتها 2.5% من قيمه التصرف في العقارات. اول حاجه لما بقول العقار هنا انا بقصد بيه شقه، بقصد بيه فيلا، بقصد بيه عماره، بقصد بيه حتى ارض فضاء معده للبناء. طيب، طبعا الكلام ده هيبقى عليه استثناءات وهنشوف الكلام ده خلال الحلقة. طيب، لما بقول التصرف ده معناه ايه؟ التصرف ده معناه البيع، لما يكون في عقد بيع او عقد هبة او عقد تبرع او وصية، وبرضه في استثناءات على الكلام ده، او حتى الايجار لاكتر من 50 سنة. القانون او قانون الضريبة على الدخل هنا اعتبره تصرف، اللي هو الايجار لاكتر من 50 سنة. طيب، اذا هنا في استثناءات احنا قلنا عليها. اول استثنيته الماده 42 بصريح النص، اللي هو تقديم العقار كحصه عينيه في راس مال شركه مساهمه، بشرط ان الاسهم المقابله له ما يتمش بيعها او التصرف فيها في خلال 5 سنين. كمان البيوع الجبريه والمزاد العلني ونزع الملكيه للاستفاده للمنفعه العامه برضو ما عليهاش ضريبه تصرفات. يعني اللي بيتاخد البيت بتاعه مثلا او الارض بتاعته للمنفعه العامه، لانشاء طريق مثلا او كوبري، اكيد بياخد مقابل، هنا ما بيتفرضش عليه ضريبه تصرفات عقاريه. كمان العقارات والاراضي داخل القرى ما عليهاش ما بتفرضش عليها ضريبه تصرفات عقاريه. يعني لو عندك شقه داخل قريه ما بيتفرضش عليها، او ارض فضاء حتى معده للبناء برضو ما بيتفرضش عليها ضريبه تصرفات عقارية. ضريبة التصرفات العقارية بتكون داخل المدينة. طيب، التصرف زي البيع مثلا أو الإيجار أكتر من 50 سنة، ده بيعتبر تصرف في وجهة نظر قانون الضريبة على الدخل، وبيخضع لضريبة التصرفات العقارية. كمان عقد الهبة بيخضع لضريبة التصرفات العقارية، لأن ممكن يكون في بيع مستتر في هيئة عقد هبة أو تبرع أو حتى الوصية. لكن القانون هنا استثنى في عقد الهبة والتبرع والوصية إن كان للأزواج أو للفروع أو للأصول. يعني لو واحد تبرع أو عمل عقد هبة بشقة مثلا لفروعه أو أصوله أو أزواجه، هنا ما بتفرضش ضريبة التصرفات العقارية. والفرع هنا اللي هو الأولاد، الولد أو البنت يبقى فرع. الأصل هو الأب أو الأم، والزوج أو الزوجة طبعا معروفين. فهنا اللي بيكون فيه عقد هبة أو تبرع أو وصية للناس دي ما بيخضعش لقانون التصرفات العقارية أو ضريبة التصرفات العقارية. طيب، الإيجار الأصل فيه إن هو ما بيخضعش لضريبة التصرفات العقارية إلا إذا زاد مدته عن 50 سنة. إذا زاد مدته عن 50 سنة هنا بتخضع قيمة العقد لضريبة التصرفات العقارية. وضريبة التصرفات العقارية زي ما احنا قلنا هي نسبتها 2.5% من إيراد التصرف، الإيراد الناتج عن التصرف. طيب، ضريبة التصرفات العقارية المفروض إنها تسدد خلال 30 يوم في المقر الخاص بالتصرفات العقارية. مين المفترض عليه ان هو يسددها؟ اللي بيسددها هنا اللي بيمسك الفلوس في العقد. يعني اي عقد سواء مثلا بيع او ايجار لاكتر من 50 سنة، هنا البايع او
المؤجر هو اللي بيمسك الفلوس، فبتستحق نسبة التصرفات العقارية اللي هي 2.5% من قيمة التصرف، هو الملزم ان هو يدفعها. القانون ألزمه بذلك. خلال قد ايه؟ خلال 30 يوم. طيب اذا طبعا ما دفعتش بتكون في تصرفات مش ظريفة من الضرائب، وبيكون في غرامات تأخير. كمان المشتري او المستأجر برضو بيتأذى ان هو البائع او المؤجر ما دفعش. طب ليه بقى؟ لان القانون هنا نص ان الدعاوى المتعلقة بإشهار الحق على العقار المتصرف فيه ما بتتقبلش الا اذا تم دفع ضريبة التصرفات العقارية. يعني مثلا دعوى صحة ونفاذ على شقة او ارض او عمارة او فيلا ما بتتقبلش الا اذا تم دفع ضريبة التصرفات العقارية، الملزم بها البائع، لكن اللي له مصلحة هنا هو المشتري. كمان شركات الكهرباء والمية والغاز وكل جهات الحكومة بترفض انها تقدم اي خدمة للعقار المتصرف فيه الا اذا تم تقديم ما يفيد ان هو تم سداد التصرفات العقارية. اذا هنا الملتزم بيها هو اللي بيمسك الفلوس من العقد، لكن الطرف الثاني اللي هو المشتري او المستأجر بيتضر ان الضريبة ما اتدفعتش. فهنا لازم تكون الموضوع يكون بشكل حازم شوية. اللي بيشتري مثلا او اللي بيأجر اكتر من 50 سنة يبقى عارف ان في ضريبة تصرفات عقارية لازم تدفع، وهي بتكون على المالك او على البائع. وممكن في العقد ان البائع والمشتري يتفقوا ان اللي يبقى مسؤول عن ضريبة التصرفات العقارية هو المشتري. هنا مفيش اي مشكلة بالنسبة للقانون، لكن القانون برضو هيسأل البائع، هيدور على البائع ويعمل له اخطار وحجز اداري، وهيبقى فيه غرامات تأخير. الوضع هنا ايه؟ طيب لو تم الاتفاق على ان البائع المشتري هو اللي هيدفع ويكون مسؤول عن ضريبة التصرفات العقارية، برضو الضرائب هتطالب هنا البائع، وبعد كده بعد ما يدفع يبقى يرجع على المشتري بدعوى مدنية. فاللي انا شايفه الاحسن ومن خلال التجارب العملية ان الضريبة بتدفع قبل العقد ما بيتكتب او ساعة العقد ما بيتكتب وبيتمضى. اذا كل حاجة النهاردة عن التصرفات العقارية، ضريبة التصرفات العقارية قلناها، ونقولها تاني كده بسرعة. ضريبة التصرفات العقارية هي 2.5%، الملزم بيها بيكون البايع أو المؤجر لمدة أكتر من 50 سنة، وبتفرض على التصرفات في العقارات سواء المبنية أو الأراضي الفضاء، بشرط إنها ما تكونش في القرى معفية من ضريبة التصرفات العقارية. الملتزم بيها بيكون البايع أو المؤجر. ممكن الاتفاق على عكس ذلك إن المشتري أو المستأجر هو اللي يدفعها، لكن برضو الضرائب بترجع تطالب البايع أو البايع أو المؤجر، وبعد كده هو يبقى يرجع على الطرف التاني. تدفع خلال 30 يوم. إذا ما اتدفعتش أي دعوة لإشهار الحق زي دعوة صحة ونفاذ ما بتتقبلش في المحكمة. شهر العقار أو تسجيل عقار في الشهر العقاري ما بيتقبلش إلا إذا قدمت ما يفيد إن هو تم سداد الضريبة. لو رحت شركة الكهرباء شركة المية تقدم على العداد أو تنقل عداد، برضو محدش هيقدم لك أي خدمة، وبالجملة أي حاجة في الحكومة هيقول لك فين ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية. قلنا كل حاجة النهاردة عن ضريبة التصرفات العقارية. لو عندك أي استفسار اكتب لي في الكومنت أو ابعت لي على رسائل الصفحة وأنا أكيد هرد عليك. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة والجرس عشان يوصلك كل جديد.